Değerli Türkmen TV takipçilerimiz, bugün unutulan bir Türkmen beldesindeyiz. Bu belde yaklaşık 100 yıl önce, hatta 1980'lerde Türkçe konuşuyormuş. Ama 100 yıldır bu Osmanlı çekildikten sonra maalesef bu bölgelerdeki Türkmenler kültürlerinden ve dillerinden maalesef arınmışlar. Şu anda kültür ve dillerini, Türkmen olduklarını biliyorlar. Hatta soyadları bile Türkmen. Ancak maalesef kültürlerinin, geleneklerinin bir bölümünü unutmuşlar ve Türkçeyi de yine unutmuşlar. Şimdi biz burada bir eve misafir olduk. Türkmenler, kendileri hepsi Türkmen. أنا خالد تركمان مدينة رحيبي، احنا تركمان رحيبي هون. التركمان يعني هون بقرب رحيبي عددهم بتجاوز 20,000 إنسان. وجودهم برحيبي بقرن السابع عشر بزمن الإمبراطورية العثمانية. هون كان في لهم شغل، يعني في رواية بتقول يعني إنه على درب الحج، وفي رواية تانية بتقول يعني مسؤولين عن الخانات. طبعا درب الحج كانوا بيحموا قوافل الحج اللي نعم. هون بالضيعة. في حدا بيحكي تركي حاليا؟ والله تركماني؟ تركي اندثروا. كان في الجيل الكبير، جيل الوالد وما فوق يحكوا، بس هلا انتهى الامر. يعني بهالفتره هي ما ضل حدا يحكي لا تركي ولا تركماني حتى. من امتى تقريبا انتهت اللغة التركية؟ يعني بالثمانينات، بدايه الثمانينات كانوا ماتوا اللي كانوا يحكوا. أيوة. الجيل هذاك خدم عسكري لانه بهذيك الفتره يحكوا. هلا صفت الناس حتى تطور لقيت كله القديم راح. احنا اول شغله بدنا مركز ثقافي اللي يجمع التركمان، وثاني شغله عندنا مشكله المي. مشكله كبيره، ايه، والحمد لله الباقي الامور محلوله. مشكلة المي من قبل كان قديمه موجودة، وهلا تفاقمت. هلا اهلا وسهلا فيكم، الله محييكم. احنا بنحيي تلفزيون تركمان برحيبه. كهرباء وضعها سيء جدا، يعني كل 12 ساعة بتجينا ساعتين، ايام بتروح كل النهار ما بتجي، ما بتشوف الكهرباء. شغلة ثالثة المي على 20 على 25 يوم ابار المي ما بتكفي لاهل البلد. ما في عنا يعني شيء يرد مردود لهالشعب. احنا بدنا شيء يرد مردود لهالشعب، شيء يكفي الشعب. بتقدم طلبات بالبلديات بغيرها، بيقول لك انا ما معي اوامر، ما معي يعني شيء من الوزاره اني اشتغل، ما في اموال، ما في. هلا معتمدي البلديات فرضا مثل بلديتنا معتمديه اغلبها على التبرعات وغيرها ما تجي حتى تقيم بها العمل. احنا بهمنا شيء احسن، بدنا تحسين للاهالي كامله. والله لحد الان يا اخي الكريم لا حدا زارنا ولا حدا اجى، لا منظمات ولا من الاتحاد ولا من اي جهه كانت. واحنا بهمنا هالموضوع كثير، الزيارات، ان يصير زيارات لهالبلد وترفع من شأن العالم ومن شأن البشر، وتمشي امور هالعالم، وشو في مفتقدات لهالعالم بجمعيات بغيرته، انه يرفعوا من شأنها الناس، عامة الناس. يعني كل هالامور هاي مفقودة عنا، لا وجود لها. وبهمنا احنا ان الناس تجي وتساعد، واحنا بنقدم اللي الله بيقدره كشعب. شو بنقدر بنقدم، بس بهمنا يكون في جمعيات مساهمة إلنا، مساندة يعني. وعندنا يعني في كثير شغلات أخي، مشاريع غيراتها أخي، بنقدر نقوم بعدة شغلات بهالبلد. أما هاي مفقودة لحد الآن، لا حد عمل لا زيارة ولا جمعي ولا أي حدا لهالبلد. احنا بنعتمد على الزراعات البعلية. بالنسبة للمي، آبار المي على غماءات مسافة من 200 متر وانت نازل، يعني 200 300 400 متر. هلا في عنا اراضي تستخدم للزراعه واراضي طيبه ومنتجه، بس قله الحال في عدم وجود الامور هاي. الشعب ما في سيوله باليد او حد يقدم له لحتى يقوم باي مشروع. بهمنا اخي تفتحوا لنا مدارس للتركمان، تعليم لغه. احنا كانت اللغه مفقوده عنا بتاتا. احنا بهمنا اطفالنا، اولادنا، شبابنا تتعلم اللغه كامله. الله محييكم 100 اهلا وسهلا. واحنا بنحيي تلفزيون التركمان، وين من راح وين من جاه. الله يبارك فيكم جميعا، و100 اهلا وسهلا فيكم. كانوا قبل يعني يجوا يمروا من هون طريق الحرير، كانوا يمروا من هون، ايه، ويتزودوا وكل شيء كان تمام، اهل العادي. اما الجيل اللي كان يحكي باللغه التركي بس من الاول كانوا بال20 25 20,000، يعني اكثر من نصف البلد. الله يوفق هالدولة ويطول عمرها ويخليهن ويربي
ينهي هذيك يعني البؤر الفساد اللي كانت ينهيها خالص. هذا اللي بريده من سيادة الرئيس. أعزائنا مشاهدي ومتابعي تلفزيون التركمان، كنا معكم من بلدة الرحيبة بريف دمشق. طبعا جئنا إلى هنا نتعرف على أهلنا التركمان اللي موجودين في هذه المنطقة، وسيكون لنا إن شاء الله جولات أخرى وزيارات أخرى إلى هذه المناطق.